اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل الملوخيه بشوربه الارانب. ازاي تطلع معاكي الملوخيه بالقوام المظبوط، ما تطلعش خفيفه معاكي، وازاي نحتفظ بلونها الطبيعي اللي انتوا شايفينه ده. خليكم مع الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. اول حاجه معايا الارنب بتاعنا، لازم نغسله كويس ونعمل له محلول النقع. محلول النقع ده بتاعه عباره عن ميه، وبتحطي فيها خل وملح وليمون، وبتسيبيه منقوع لمده ساعه عشان نتخلص من ريحه الزفاره. بعد كده بتغسليه غسله كويسه تحت الحنفيه، وبيبقى جاهز معانا. كده هنبدأ بقى نقطع الأرنب. عايزة تقطعيه على 6 قطع ماشي، عايزة تقطعيه على 8 قطع ماشي. تمام، أنا كده هقطعه على 8 قطع. كده قطعنا الأرانب بتاعتنا. ما شاء الله الأرنب مقطع لي قطع كتير، فطبعا حسب الأرنب اللي انت بتقطعي ممكن يديك 6 قطع، ممكن يديكي 8 قطع. أول حاجة هنجيب بقى الحلة على النار، وهنزل بمعلقتين 2 سمنة فلاحي كبار، واسيب السمنة بقى لحد ما تسخن معايا. وبعد كده هنزل بالأرانب بتاعتنا نرصها فيها على نار متوسطة، متعليش النار قوي. تمام، هنزل بقى بالأرانب بتاعتنا كده. لازم ندي الأرانب صدمة على الوشين لحد ما تنزل المية بتاعتها وتشربها. كده خلاص رصيت الأرانب كلها خلاص. هنجيب بقى بصلاية كبيرة، ورق لورا وحبهان ومستكة، وهجيب كمان كوبابة صيني وفلفل اسود حب. ما تحطيش فلفل اسود ناعم عشان ما يغمقلكيش الشوربة. كده كل شوية بقى بقلب الأرانب بتاعتنا كده، واسيبها لحد ما تنزل المية بتاعتها وتشربها خالص. مجرد ما نتأكد خلاص انها شربت المية زي ما انتوا شايفينها، شربت المية بتاعتها خالص، ما عادش فيها مية خالص. كده تمام. طبعا كل شوية بتقلبيها. خلاص ما لقيناش فيها مية خالص، بنكون بقى محضرين مية مغلية جنبينا، ونزود الأرانب بقى ونسيبها لحد ما تستوي معانا. نخلي المية بتاعتنا على وش الأرانب، ما تكتريش المية بتاعتها عشان تديك شوربة مركزة تبقى حلوة معاكي. هنزود بقى الملح بتاعنا، وطبعا تشوفي الحدق بتاعك، عايزة ملح حطي على حسب الكمية اللي انت بتعمليها. كده سيبها بقى لحد ما تستوي خالص. كده سبتها لحد ما استوت خلاص. هنطلعها بقى في طبق. شايفين الشوربة بتاعتها فاتحة ازاي؟ عشان ما حطيناش فلفل اسود ناعم. زي ما قلت لكم حاولوا تحطوا كوبابة صيني وفلفل اسود، فلفل اسود حصى. تمام كده يا بنات. كده خلاص طلعنا الارانب بتاعتنا. يلا نشوف هنعمل الملوخية بتاعتنا ازاي. الملوخية بتاعتنا غسلها كويس وسايباها لحد ما تنشف معانا خالص. تمام. اهم حاجة لازم تكون الملوخية ناشفة معاكي عشان ما تعجنش معاكي وتبقى طعمها وحش. تسيبيها لحد ما تنشف خالص. الفيديو الجاي هقولكوا ازاي تنشفوا الملوخية في دقيقتين 2 بالظبط. اول حاجه معايا الكبه بتاعتنا، هجيب بقى راس توم كبيره، عليها معلقه كبيره من الكزبره، وفرم فرم ناعم. تمام كده. هنجيب بقى حله على النار، واضيف معلقه سمنه فلاحي كبيره كده، واسيبها لحد ما تسيح خالص. واضيف معلقه من التومه عشان الجزء ده ما تصورش معايا. ضفت معلقه من التومه اللي هي التومه على الكزبره، واسيبها لحد بس ما تحمر، وهنزل بالملوخيه بتاعتنا. تمام. وفي نفس الوقت هنزل بثلاث اربع كبشات كده من الملوخيه، 3 4 كبشات بس، واسيبها لحد بس ما تبدأ تغلي معانا. الخطوة دي اللي هتحتفظ بلون الملوخية معاكي، وبتدي للملوخية طعم حلو قوي. كمان هنتحكم في السمك بتاع الملوخية، عمره ما هيبقى خفيف معاكي، انت اللي هتتحكمي فيها. سيبناها بس مجرد ما بدأت تغلي خلاص، زودنا بقى بقية الشوربة بتاعتنا. كده تمام. وبتقلبي بقى وتشوفي هل محتاجة ولا مش محتاجة. تمام كده. وقلبتها لقيتها ما شاء الله بقت حلوة قوي. هسيبها بقى مجرد بس ما تبدأ في الغليان، هرفعها من على النار على طول. الطريقة ديت حلوة وهتطلع معاكي مظبوطة، لا تطلع خفيفة انت اللي هتتحكمي فيها. كده خلاص بدأت تغلي معايا، هرفعها بقى من على النار على طول، وهجيب بقى الطاسة بتاعتنا، وهنزل بمعلقة كبيرة من السمنة الفلاحي، وهضيف بقية التومة بتاعتنا واحمرها. تمام يا بنات. كده ضفت بقية التومة بتاعتنا، سيبها بقى لحد ما تحمر كده تديك اللون الذهبي.
الطريقة دي ناجحة ومضمونة 100% والله يا بنات، حلوة قوي الطريقة دي، ان شاء الله هتجربوها تعتمدوها على طول. كده التومة بتاعتنا احمرت خلاص، طفيت النار. هنجيب بقى حلة الملوخية وهنطش الطشة بتاعتنا دي ونقول بسم الله. هنجيب بقى كبشة كده من الملوخية في قلب الطاسة اللي حمرنا فيها التوم. والله عايزة اقول لكم الريحة بتاعتها تحفة. شايفين اللون بتاعها اخضر ازاي؟ عمرها ما هتغمقي معاكي حتى لو تاني يوم كمان، عمرها ما هتغمقي معاكي وهتحتفظ باللون بتاعها. شايفين السمك بتاعها عامل ازاي؟ والله شوية ملوخية زي العسل. شايفين بقى القوام بتاعها، لا خفيفة ولا تقيلة، وانت اللي بتتحكمي في القوام بتاعها. لو وصلتوا بقى هنا لحد الفيديو يا ريت بقى ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم، ولو اول مره تشوفوا القناه اشتركوا فيها وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودي الارانب بتاعتنا بعد ما حمرتها كده بقى الطبق بتاعنا بقى جاهز. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بحبكم في الله.